احنا معانا دلوقتي على التليفون الحاج عادل جابر، طبعا كبير المصريين الموجودين في المملكه الاردنيه الهاشميه. كلمنا شويه بقى عن احتفالات الجاليه المصريه وتفاعلهم مع اداء المنتخب الوطني والتلاحم اللي ظهر بيننا ما بين اشقائنا في المملكه الاردنيه الهاشميه وتعاطفهم الكبير مع المنتخب الوطني وحماسهم وتشجيعهم. اولا مساء الخير يا حاج عادل واهلا وسهلا بيك. مساء الخير ومساء الوطن الجميل. اهلا بحضرتك والحمد لله على سلامه المنتخب الوطني، وحابب ان انا اقول لهم الكلمه انه رفعتوا راسنا. صح، رفعتوا راسنا. يوم 7 في شهر 7 في يوم 3 في الساعه 7 يوم 7 في شهر 7 الساعه 7 كان الحدث الاكبر اللي هو ارتفعت فيه صوت مصر عالي، مصر، وارتفع فيه العلم المصري في كل مكان وخاصة الدول العربية. ايوه، العلم المصري ارتفع وكان حاجة مبهرة وحاجة جميلة جدا جدا، تشعر البدن، تحس ان الأمة العربية كلها بتقول مصر. صح، كل الناس بتقول مصر. صح. كان في وفاة جميلة جدا من أبنائنا الوطنيين المصريين اللي كانوا مختلفين أو راضيين، كلهم قالوا مصر وتحيا مصر. تحيا مصر. انا خليني اوجه الشكر عشان ما اطولش على وقت البرنامج. اتفضل. ومهما اتكلم عن الناس اللي وقفت ولا يمكن ان انا اديهم حقهم. بذكر انا صديقي وحبيبي النائب الاردني محمد جميل الدهراوي اللي فتح باب مكتبه ومقره وعملوا زي مضافه او قهوه يستقبل فيها المصريين بكل انواع الضيافه. الله. عشان يرفع العلم المصري ويقول تحيا مصر، ومصر كده عباره هو قالها، مصر الهرم، ومصر النيل، ومصر هي النيل اصلا. صحيح. ومصر الدنيا طبعا. الاردني محمد جميل الدهراوي ابو جميل، ونقول له انت مش نائب منطقه دايره رصيفه ولا انت نائب للاردن، انت نائب وطن، وشكرا. والمختار اللي هو ابو عصام الدهراوي كمان شكرا. وبشكر الرجل الاعمال الاردني، الراجل الحلو قوي 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 الجميل اللي هو العلاونه، ايمن العلاونه. نعم. بشكره هو وموظفينه وجماعته كله اللي فتحوا اماكنهم كلهم للمصريين. صح. وبشكر الحاج وجيه اسماعيل واولاده، وكمان الحاج محمد الزهر رجل الاعمال المصري، محمد الظن اللي قام بيه من اعمال. بشكر حبيبي وحبيب الضرب كله اللي من سنه 18 واحنا في الضرب، الاستاذ احمد حجازي من الضرب من سنه 18 واحنا في الضرب، وبنقول تحيا مصر واحنا مع مصر من انتخابات الرئاسه لوقفه مصر العظيمه. بشكر كل العالم بشكرها. وانا لاحظت في الشعب المصري فاعليه غريبه جدا 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 جدا، ان كل واحد بيقول مصر، الولد الصغير بيقول مصر، الولد الصغير، حتى الاب نفسه في البيت ما قالش لابنه اللي في التوجيه يقوم ذاكر. ايوه، احنا بنقول ان البطوله دي يا حاج عادل يعني طلعت الاحساس اللي جوانا، الوطنيه اللي جوانا في الحقيقه. احنا ما نخافش على البلد بقى. لا ما نخافش خالص، طول عمرنا احنا طول عمرنا ما بنخافش ولا هنخاف ابدا طالما المصريين ولا هنخاف راسنا عاليه. احنا الثلاث سبعات. صح. احنا السبعه 7 والثلاثه 7 وال30 7. صح. احنا الثلاث سبعات وبس، وما نخافش على نفسينا مهما كانت مباراه. مش مشكله النتيجه، المهم ان احنا راسنا ارتفعت. احساس عظيم جدا. وانا بشكر كل الناس، واشكر اللي شاركونا، وبشكر اللي وقفوا معانا، وبشكر كل الامه العربيه. صحيح. انا يا ريت تبلغ تحياتنا طبعا لابناء الجاليه المصريه في الاردن، لاشقاء الاعزاء اخواتنا الاردنيين وحماسهم ووقوفهم جنب المصريين وتشجيعهم روح بروح معانا، تكاتفهم معانا، تواجدهم معانا. لا اخواتنا اخواتنا واشقائنا وحبايبنا الاردن وفلسطين حاجه رائعه في الحقيقه. احمد حسن راجل كويس الطيب. وكمان فريقنا القومي وفريقنا الممتاز وفريقنا والكابتن حسام حسن، الراجل اللي خد الترند العالمي بعملته اللي عملها دي، الراجل اللي رفع علم مصر، سبب في علم مصر حتى في الاراضي المحتله. ارتفع العلم المصري يوم 7
يوم 7/7. انا بشكرك يا حاج عادل، وكل سنه وانت طيب، حبيبي. ودايما في انتصارات تحيا وافراح. مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا لحضرتك، وتحياتنا سلام. مع لابناء السلامة. الجاليه المصريه الموجودين في المملكه. شكرا، وشكرا للبرنامج والمعدين والقائمين عليه، شكرا كتير، ومخرجنا محمد البرجيني. شكرا، حبيب قلبي. شكرا لحضرتك.